بقول لك أن نسبة النجاح شنو؟ هو العزيمة فقط. نسبة النجاح عزيمة. نسبة النجاح عزيمة. أنا داير أديك كلام هنا. أول جيل من بيتنا من أسرتي ذاته من بيتنا أول جيل نقرأ ونتغرج ونمشي فوق الجامعات. أول جيل نغير الكلام ده في وجهنا. أبوي ما قرأ. أبوي شيخ وأمي قرأت لغد متوسط. هنا أول جيل نقطع الفرصة دي. الاستسلام ليه؟ أبوي ده لو استسلم وقاعد في أنا بجي. أبوي مولود في منطقة اسمه أنا بجي. أنا بجي دي في دار زغاوة في حدود السودانية التشادية، منطقة داخل السودان، ب 200 كيلو من حدود السودانية التشادية. أبوي ربنا يطول في العمر ناضل وغلى. هو من العائلة المالكة طبعا، وذاته عنده فرصة. أبوي جدي أنا زول يعني من مسؤولين بتاعت قبائل بتاعت الزغاوة، فدي أدته فرصة ممكن. لكن برضه ناضل هاجر، جاي استلم بيت في الفاشر، جاي اشتغل في فاشر، مشى اشتغل في خرطوم، عمل بيت في خرطوم، رجع اخترب أكثر من 17 20 دولة، قرى أولاده، كرس حياته كله في قراية أولاده. كل ما هو يستطيع يقدر عمله، كل حاجة يستطيع إنه من أجل أبنائه عمله. وفي آونة الأخير لما دخلنا مرحلة بتاعت مراهقة، أبوي كرس حياته للقراية، بس قاعد في الفاشر، قاعد معنا. تمشي المدرسة بيجي عندك شنو؟ عملت شنو؟ لغاية ما إحنا قدرنا إنه نتعلم. وعلى اخترب والطلع واللي اشتغل والمشى. وما ننسى إنه الفضل بتاعت أخويا الأكبر ضحى من أجلنا. أخويا الأكبر واحد ضحى ما قرأ عشان هنا نقرأ، لأنه كانت الظروف صعبة جدا. عشان تقري أولادك لازم في زول بضحي يمشي يخترق عشان باقين يقول. عشان كده أنت تشوف هسه في واحد من الدعام يجي يقول لك أنت تقول مهمش مالك أنت إيش؟ لا دي جات باجتهادات كبيرة جدا. أبوي ضحى عمره كله وأخويا الكبير ضحى عمره كله عشان أنا أجي أتكلم قدامك ده بالعلم اللي هسه عندي وبالفهم اللي عندي ده بيتكلم قدامك ما كان سهل. جدك يا جنجويتي كان نهبي ورباتي، مشى شف جاء أرس أمك وولد أبوك شفشافي، أنت شفشافي تجي تقول دولة 56 مهمشة بغش وتربي أولادك بالاستقامة. ده الحكاية اللي أنا قاعد أفسر لك، والمصل أنا دقيته في نفسي ما دقيته في سلطان. ومن الناس اللي بيقولوا إنه جلابة كل الناس دي أنا مشيت الشمالية، أنا عندي دقام من الشمالية، مشيت دنقلة نوري دبة، مشيت حلفة، مشيت المناطق دي كلها. حياتهم أن حياتنا أفضل ب 30,000 مرة. ما إنه أنا بستهتر بحياتهم، لكن لا، من طريق الظروف الاقتصادية والظروف البيئية بتاعهم صعبة جدا. في الشمالية خير النيل القاعد ده ما في أي حاجة تاني، ما في شيء، ظروف تعبانة جدا. ودي الإنقاذ ذاته جا صلحت لهم شوية. قبل الإنقاذ لا إله إلا الله. فالليلة في زول بيجي بيقول لك أنا مهمش. التحميش ده للسودان كله، لكن كونك إنك تقرأ ولا ما تقرأ دي كان في يدك تقرأ. أنا بعرف ناس وطلبة معانا دقوا توب بدق توب، بطلع بعد الفطور عشان تمشي تفطر الساعة ده بمشي بقلع ملابس الزود بغط بدق توب، باكل سندوتش في يده بدق توب، بدق له 400 500 توب. بجي المدرسة بعد المدرسة بمشي بواصل يوميا بدق 2000 توب، يوميا 2000 بدق 2000. قرأ معنا الثانوي والزول ده من أنجح الناس عندنا هنا وممكن رجل أعمال كبير جدا. فالليلة أنت ما تجي تقول لي إنه يا أخي أنا عندنا ناس عارفين إنهم في شرق الفاشر ده من شرق الفاشر القرى الصغيرة بيجيبوا هاتف بس بيشتروه. الليلة أولادهم قروا جامعة الفاشر، والليلة أمدا في جامعة الفاشر، أميد في جامعة الفاشر، وبانين بيوت 3 4 طابق في أحسن منطقة في جامعة الفاشر. ليه؟ لأنهم قروا وأحلوا نفسهم. جنجوا 18 دولة. تجي دار تقول إنه أنا مهمش ما تكون مهمش. أنت همشت نفسك في زول همشة. 2 دولة 56 ده ما قصر مع آل الجنيد كله جابكم تين من عجيب ما بتعرف. آل الجنيد كلهم لما تلمهم 50 خريج ما عندكم، عداكم جبل دهب وعداكم إمكانيات لا حول ولا قوة إلا بالله. ما قريتوا بها وشلتوه ودقيتوا بها شعب السودان وعذبتوا بها شعب السودان. عشان كده لما نجي نقول لك أنا جلابي وأنا أديب بتاع جيش وأنا جياشي من الغد النغاء وأنا فلنقاي وديت الدعم السريع، ما بقولها من الفراغ، بقولها من منطق علمي وواقعي. أنا اشتهى في دارفور. أنا من نهومة أزعفريق قمت في ويلة حروبات وجيت شهدت الحروبات يا جنجويتي. الليلة تتكلم أبهاتك اللي بيحاربوها، بيحارب ناس، سطوي على مزارع ناس، سطوي على جناح الناس من أجل الإرخية. أنا الكلام دي كله لقيته. الليلة أنا لما الدولة دي أتاحت فرصة إنها تأيد نفسها وترسم نفسها بشكل جديد، أنا أنسى الويلة الحرب الإشتو، أنسى جنب مع حمد من نهر النيل عرفته، ومع كشوك من الشرق، ومع محمد أحمد من الشمال، ومع بقر موسى من كردفان، ومع كوكو من جنوب من جبال النوبة، ومع دنج
من جنوب السودان من أبن بناء دولة موحدة يلم كلنا ونشوف كلنا طوائفنا. هل يستطيع إنه إرجاع بهم ويستطيع إنه إيجابها العالم اللي بيسيطر عليهم؟ ده الحقيقة. فالناس يا جماعة شيروا يا جماعة. دائما يقال ودائما يقال انت بكون عندك محبين ليه؟ الليله انا يا جماعه داير اديكم كلام، كنت ما بستخدم تيك توك بشوفوا كلام فارغ. استخدمت التيك توك دي فقط في سنوات. برنامجي كله فيسبوك ويوتيوب واكثر الحاجات بجدي. الليله انا لما دخلت التيك توك حسابين باقي ليه عملتهم قبل 3 شهور والحساب ده هسه فيه 321,000. محبه الناس والدعم الناس اللا متناهي اللي لقيته في فترة الوجيز دي ما جاتت من الفراغ، جاتت انه الناس دول كلهم ما اغبياء، الناس دول شافوا فيك حاجة وحبوها او مشتركين معك في حب الوطن وفي قضية المشاركة، وانت تعبر عن رعاهم وتعبر عن دواخلهم بشكل افضل منهم، عشان كده بيتابعك وبيشاهدك وبيدعمك. في الجنجويد الشعب السوداني قاطعوا ليه؟ واقسم بالله العظيم قاطعوا عشان هو جنجويد، عشان افعال ما عشان شكليته. امتدى الناس تسامحت وتسامحت معها في دارفور رغم ويلات الحرب، ووقعت معها اتفاقية جوبا، والخرطوم تسامحت معها، والشرق كل الناس دي تسامحت قالوا خلاص ما في مشكلة نبني الدولة. ربنا رزقهم بمال وعندهم 400 شركة بداخل آل جنيد ما مشكلة، وربنا ما هازدينهم والله نيجي معهم سودانيين ونتقبلهم رغم انهم عارفين وجود 19 عمارة في خرطوم وممتلك عمارته الخاص فوق اسانسير وعنده 88 عربة خاصة، لكن لسه حاقد على الشعب السوداني اللي باكل بفول ب 2 جنيه من الدكان ده. لازم يدمر. واحد زي هميتي حمدان دوغلو بيمتلك 200 مليار دولار كأصول وذهب وشركات في العالم، لسه حاصد على الشعب السوداني. بيمتلك أكثر من 200 عمارة مشيدة وأكثر من 3000 قطعة أرض في خرطوم، خير المناطق الثانية. لسه حاصد على الشعب السوداني والنعمة اللي فيها دي ما مقدرة. واحد زي عائلة دوغلو من واحد حنباتي وسراك همير لتجارة غنم لتجارة الإبل إلى فرد من أفراد حركات المسلحة وبقى نحب مسلح، وواحد شغال في تاهونة بيجيته واحد فريق أول، واحد فريق، واحد نائب الرئيس، واحد غايد الثاني لقوات الفرعي. ما بتحمدوا الله بل إنكم ده كله بحساباتكم الشخصية فقط شايلينه في يدينكم عندها تريليونات الدولارات، بتحكوا عن راكبين عن عربات بفوق 300,000 دولار ولسه حاسدين على الشعب السوداني. فماذا افعل بكم؟ اجي اصفق لكم نقول لكم انتم هامش، انتم ما هامش. من دولة القدس 56 ده من انشات عائلة مهدي وعائلة مرغني وعائلة بتاعت بشير وعائلة نافع وعائلة بتاعت جازة ودجاز وعائلات بتاعت المؤتمر الوطني الكبار ديل. انتم ديل الوحيدين اللي ما هامش، باقي السودان كله هامش. انتوا ديل الوحيدين المهامش، اقسم بالله العظيم بما رفع السماء بلا عمد كل السودان هامش بما فيهم الشمالي والوسط والخرطوم، ما عدا ال 18 عائله اللي انا ذكرت لك. تبدا من عائله مؤتمر وطني الغنيه وعائله بتاعت مرغني وعائله بتاعت مهدي. ديل العائلات الما هامش اللي بلدوم واحد بلدو